تبريمة سهلة، مكونات ديالها ساهلين، ولكن البنات عندها مفعول خطير. خاصك اختي ضروري تجربيها، كديريها من الاستعمال الاول كتعطيك نتيجه. هاد الوصفه البنات اولا هاد التبريمه غديريها لوجهك، ليديك، لرجليك، لعنقك، لاي بلاصه في الجسم ديالك. هاي فنات، نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير، تلقاكم لا فيديو في احسن الاحوال. شكرا 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 لكم بزاف من القلب، شكرا على التعليق الزوين ديالكم، لي لايك والدعم ديالكم. البنات اليوم ولينا 4000 فنه. 4000 فنه البنات، 4000. عرفتوا شنو هي 4000؟ راه بزاف بزاف ديال الفنات. الله يخليكم ليا كاملين، وحده وحده بوسه ليكم. ندوزو للتبريمه ديالنا البنات. كما كتشوفوا اول حاجه غندير هي معلقه كبيره ديال دقيق الزرع. البنات اللي ما عارفينش على دقيق الزرع، راه كينقي، كيصفي، كيوحد اللون ديال البشره، كيقشر لنا تقشير عميق البشره. وغادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال عرق السوس مطحون. البنات راه كتلقاو عند العطار مطحون، اولا جيبوه طحنوه. وغادي ندير معلقه ديال الحمص حتى هو مطحون. البنات الحمص خطير، كينقي، كيصفي، كيوحد اللون ديال البشره. البنات اللي عندهم يعني البشره ديالهم ما موحداش، هاد الوصفه ليكم. هاد الوصفه خطيره، كتوحد اللون ديال البشره وكتصفي، كتقشر، يعني كتنقي بعمق، كتنقي البشره بعمق. هنا البنات غادي نضيف الحليب المجفف. ضيف اختي 2 معالق 3، مهم كثري من الحليب المجفف. وغادي نضيف على هادشي كامل بيضه، يعني بيضه كامله البنات، ما ديروش غير الصفر اولا البياض، ديروا بيضه كامله وخلطوا ليا داكشي مزيان مزيان. ولكن البنات الا ما تخلطش معكم يعني البيض بوحدو فقط، ما غاديش يجمع لكم كلشي، لان انا هنا درت واحد البيضه شويه صغيره ما تخلطش معايا. حتى نتوما اللي جاتكم البيضه صغيره ضيفوا واحد شويه ديال الماء، معليش، راه ما غيخسر الوصفه ما حتى شي حاجه. فهمتوا؟ صافي البنات، هنا كنضيف الماء شويه بشويه، غير ما تكثروش من الماء، ضيفوا شويه بشويه تتجمع معكم الخليط. نتوما راكم دابا عارفين وديجا صوبت معكم يعني تبريمات، شحال ديال التبريمات، غتعرفوا القوام ديال التبريمه الحقيقي. كما كنقول لكم دائما، التبريمه خصوصا اللي فيها الاعشاب راه كتكون شويه ثقيله باش هكا الجسم يستافد. واخر مكون معنا البنات هو الكركديه. الكركديه خديت واحد 2 معالق ديال الكركديه، طحنتهم مزيان مزيان مزيان، ومن بعد صفيتو صافي. غنضيفو على يعني هاد التبريمه هذه. صافي البنات، كنبدا نضيف الماء كما قلت لكم شويه بشويه شويه بشويه حتى كيتخلط ليا داك الخليط ديالي اولا داك الماسك ديالي. وصافي البنات، ضروري البنات انكم تخليو هاد الوصفه بالضبط، ضروري انكم تخليوها يعني تغطيوها وتخليوها في الثلاجه حتى كتبرد مزيان، خصوصا في هذا الصيف. كما كنقول لكم دائما، الوصفات لا ديال الوجه لا ديال الجسم، اي ماسك صوبتوه خليوه في الثلاجه، خليوه في الثلاجه واحد شويه تيبرد مزيان، يعني ديك الحراره كامل اللي كتكون في الجسم كيمتصها لين داك الماسك، خصوصا ديال الوجه البنات. اقسم بالله الا راه كاين فرق. جربوا انكم تخليوا الوصفات ديالكم، يعني تصاوبوا شي ماسك بحال هكا الوجهيه ديالكم اولا الجسم كامل، ديروه في الثلاجه. انا حتى دوك الصابونيات ديال الضوب اولا دوك الصابونيات اللي كنصاوب معكم كنخليوهم في الثلاجه، خصوصا في الصيف فاش كيكون الجو بارد. كنخليهم غير في البيت بحال هكا، يعني الماسك ديال الوجه مره كنبردو كنديرو في الثلاجه. اما في الصيف البنات ركزوا لي على البروده، يعني اي ماسك غديريه اختي ديريه حتى يبرد مزيان في الثلاجه عاد طبقيه، خصوصا على الوجه. البنات ركزوا لي على الوجه، يعني البنات اللي كيديروا الوصفات الوجه ديالهم بزاف بردوهم، ديروهم في الثلاجه حتى يبردوا مزيان، ماشي تلجوا كامل ولكن غير يبردوا، يعني امتصوا ديك البروده مزيان مزيان. ومن بعد طبقيه اختي على وجهك وشوفي لي الفرق. يعني غير غتحيدي الماسك غتبان، يعني غيبان النور في وجهك، غيبان هكا نقيقي صافي. كما كتشوفوا معايا البنات، كما معوده كنقول لكم دائما، التبريمه كتخليها حتى كترتاح. التبريمه اللي فيها الاعشاب ضروري انها ترتاح حتى كيندمج داكشي مع بعضياته، عاد كنبدا نطبقه. فهمتوا؟ يعني ضروري انكم تخليو التبريمه على الاقل على الاقل ماكسيموم خليها اختي غير نص ساعه وديريها صافي. فهمتوا؟ يعني ضروري انكم تخليوها ترتاح، يعني ضروري مش تخلطيها وديريها في البلاصه بحال لا ما درتي حتى شي حاجه، كتكوني درتي غير بحال درتي كوماج بحال هكا عادي. اما التبريمه كتبغي دوك الاعشاب انهم ينسجموا مع بعضياتهم، يطلقوا دوك المفعول مزيان مزيان وينسجم مع بعضياتهم، عاد كتطبقيه. فهمتوا؟ باش هكا الوصفه كتكون متكامله، يعني كنستافدوا منها مزيان، ودوك الاعشاب كتمتصهم البشره ديالنا وكنستافدوا منهم. فهمتوا؟ صافي البنات، كما كتشوفوا كنطبق التبريمه ديالي اولا الوصفه ديالي على الوجه، على اليدين، العنق، كما قلت لكم الجسم كامل. اي بلاصه اختي عندك في الجسم ديرها، راه كلشي فيها طبيعي، ما فيها لا كيماويات لا حتى شي حاجه. ديريها من وجهك اختي، عنقك، يديك، رجليك،
اقسم بالله البنات دوك البنات اللي كيخرجوا بحال هكا في الشموشات يعني كيتصبغ الوجه ديالهم ما كيكونش موحد. تبعي لي اختي هاد الوصفه هاد الوصفه، خصوصا اللي عندك شي بحال هكا شي حفله اولا شي عرس على غفله، ديري لي هاد التبريمه هادي، ديريها اختي لوجهك، عنقك، يديك، رجليك، طليها كامل، يعني طليها كامل الجسم ديالك قبل ما تدخلي تدوشي، وخليها تنشف غير واحد شويه، ما تخليوهاش تنشف مزيان، خليوها تنشف غير واحد شويه، دغيا كتنشف البنات حتى يعني الجسم ديالنا كيمتص من دوك الاعشاب، دوك الفوائد كيستافد منها الجسم ديالنا. عاد كنبداو نبرمو، يعني كنبداو نبرمو غير بشويه. البريمه البنات راه كينقي، كيصفي، كيحيد لنا دوك الخلايا الميته، هو اللي كيفتح لنا الجسم. يعني انك تبرمي الجسم ديالك مره في الاسبوع راه غتبان لك نتيجه غير من يعني الشهر الاول غتبان لك نتيجه واضحه. كل اسبوع اختي برمي الجسم ديالك، كل اسبوع برمي الجسم ديالك، ضروري من البريم. خلي الكوماج خلاص حتى هو راه زوين، ولكن البريمه البنات انكم ديروا التبريمات كل اسبوع راه حاجه توب. كل مره خذي يعني تبريمه في شكل، كل مره كنصاوب معكم تبريمات عرارم ديال التبريمات. دخلي اختي اليوتيوب، دخلي اليوتيوب عندي لداخل، كاينين فيديوهات فيهم تبريمات على ما زينتهم، بزاف الانواع ديال التبريمات. يعني عجبتك اختي هذه ديريها، ما عجبتكش خذي الاخرى. يعني كل وحده غدير التبريمه اللي مناسبه ليها واللي موالمه ليها. البنات كل وحده راه على حسب الجسم ديالها، الاعشاب اللي كيجيو معاها، كاين اللي تحسس من شي عشبه اولا شي حاجه. يعني خذوا التبريمه اللي موالماكم وبقاو ديروا كل مره. البنات كاع اللي كيبغيو ينوعوا ديروا كل مره تبريمه في شكل، هاد السيمانه تبريمه، السيمانه الثانيه تبريمه، يعني كل مره اختي ديري تبريمه في الاسبوع ضروري. علاش البنات هكا؟ دوك الخلايا الميته راه ما كيتجمعوش لينا في الجسم، يعني الجسم ديالك كيبقى صافي نقيقي بحال الدراري الصغار، كيكون يعني رطيب بحال هكا، كتشوفي واحد الترطيب، واحد اللمعه ديما فيه. كتشوفي شي بنات بحال هكا كيكونوا جالسين حداك بحال هكا، كتشوفي يديهم هكا كيبريو بحال هكا، ما دهناهم ما حتى شي حاجه، ولكن كيبريو رطيطبين، باينه فيهم انهم يعني بحال يلاه خارجه من الحمام بحال هكا. هاد التبريمات البنات هما السر، هذا هو السر ديال دوك البنيتات اللي كتشوفي يديهم هكا كيلمعوا كيبرقوا كيبريو بحال هكا نقيقيات. ايوا تبعوا البنات التبريمات، اقسم بالله الا روعه. تبريمات راه كينقيو، حتى كتشوفي ديك عندك الصدوه اللي كتكون على الجسم ديالك كامل بحال الدخان ديال السيارات، ودوك الاوساخ دوك الخلايا الميته كامل كيتحيدوا بالتبريمه. ايوا صافي البنات، بغيت ندير فيكم النفس باش تنوضوا تصاوبوا التبريمه، راه كل مره كنحط لكم تبريمه اسهل من اختها. وصافي البنات هذا ما كان. من بعد ما تبرموا ضروري من الترطيب، وما تنساونيش من لي لايك والتعليق الزوينين ديالكم. تهلاو ليا في راسكم، باي.